في بائع واحد قدر يبيع أكتر من 13,000 عربية من غير ما يطلب من حد يشتري. إزاي؟ قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لدعمنا في نشر المعرفة إن شاء الله. من حظي الحلو بدأت حياتي مع راجل اسمه إب سابرستين، بيشتغل في بناء المباني على نطاق محدود، وكل اللي كان بيعمله بيشتري أراضي فاضية ويبني بيوت صغيرة ورخيصة على الأراضي دي. يعني كده كان بيعمل له في السنة حوالي 6 بيوت، وأنا كنت بشتغل عنده وبقوم بكل الشغل الخاص بيه، وتكلفة البيت الواحد كانت ب9,000 دولار، وبيبيعوا بحوالي ب12,000 دولار. طبعا هتسألني دلوقتي هو ازاي كان بيجيب الفلوس دي يا صديقي؟ اقول لك انه كان بيقترض من البنك مقابل الرهان العقاري، والناس اغلبها كانوا عايزين يشتروا البيت لانه كان سعره رخيص وقتها وكانت الفلوس متوفرة في ايديهم. بس الصراحة الراجل عاملني معاملة كويسة جدا، وكنت بكسب من وراه الكتير لاني كنت بشتغل معاه في نفس الفريق. بس مش هو ده اللي كنت بطمح ليه، على الرغم انه عاملني باحترام وما بخلش عليا بمعلومة وعلمني وتدرجت معاه في الوظائف. والحاجة الوحيدة اللي ما كانش عندي الخبرة فيها هي التمييز بين الناس الثقة والخداعين. وافتكرت ساعتها لما كنت طفل كنت بشتغل في مصنع وبكسب 90 دولار في الأسبوع. ما كانش ساعتها مبلغ كبير، وكان والدي دايما يقول لي انت اكبر فاشل على الاطلاق، لاني كنت انا اللي بدعم اسرتي وما كانتش الفلوس بتكفي اساعد بيتي. ومن هنا بدأت الشرارة الاولى لشحذ الهمة والنهوض لعيش حياة كريمة وايجاد شغفي في الحياة، ودخلت عالم بيع السيارات. ودي بدايتي عشان ابقى اعظم رجل مبيعات في العالم. وانا دايما مؤمن بمقولة جميلة جدا بتقول استعراض الماضي الأليم هو أفضل وسيلة للتخطيط لمستقبل مشرق. بدأت العمل في مجال بيع السيارات في 33 من عمري، وكان عندي إعاقة في التلعثم في الكلام. ونصحني جميع الأطباء بنصيحة واحدة، إني أحاول التحدث ببطء، وده أول سر خفي وقوي جدا لو بتتكلم بسرعة جدا. محتاج تدرب نفسك عشان تعرف هتقول إيه للناس. وتعلمت برضو أساسيات التواصل، وده السر التاني عشان تبقى رجل عظيم في المبيعات، واللي بيتلخص في إنك تسمع صح وتخطط لكل كلمة وتكون قد كلامك، والأهم يكون عندك المصداقية. ووصلت فعلا للطلاقة في التحدث ومهارة التواصل بعد التدريب المستمر. وعلى الرغم اني ما كانش عندي خبرة في المجال، لكني اشتريت سيارة قبل كده، وكنت بشوف رجال المبيعات واحد منهم بيستقبل العميل اللي داخل الصالة. ومن هنا لما بدأت شغل ما كانش عاجبني الطريقة دي في وقوف الكتير من رجال المبيعات حوالين العميل. ولما قلت للمدير انا مش هعمل كده زي ما بيعملوا، ضحك عليا وقلت له انا عندي طريقتي الخاصة واللي اكتسبتها على مر الايام، ايام ما كنت شغال في مجال البناء وبيع الاحذية والصحف. وانطلقت فعلا في طريق بيع السيارات. والسر عشان تعرف ازاي تبيع من غير ما تبيع هو بسيط جدا يا صديقي. اول حاجة عملتها فتحت دليل الهاتف عندي ولقيت اسماء كتيرة، فقطعت ورقة وعملت قائمة اسماء من الموجودة عندي، وفكرت في كل واحد بيسوق عربية من القائمة الموجودة عندي. وخلي بالك انت ممكن تعمل كده فورا، ما تأجلش يا بطل. وعلى الرغم انها ما كانتش قايمة كبيرة، بس كانت احسن من ولا حاجة، وهتعرف ليه بعدين. واول مكالمة عملتها بعشوائية من القايمة جالي عميل واشترى السيارة فعلا. اول بيعة ديت كان كل اللي مسيطر في عقلي اشتري وجبة لاطعام عيلتي، وده كان الحافز الكبير ليا، لانه حرفيا ما كانش معايا ولا دولار. وده الحافز والرغبة والقوية في ان اي حد هيدخل هيشتري، وده اللي كان في دماغي. عشان كده يا صديقي دور جواك على الرغبة وايه الاحتياج اللي محتاجه من جواك حرفيا،
عشان تقدر تعيش الحياة اللي انت عايزها. على فكرة أنا ما كنتش محضر لأي اعتراضات هيقولها العميل وإزاي أرد عليها. كل اللي كان شاغلني إزاي أحفزه على الشراء أول ما يفكر في التراجع عن القرار. الاعتراف الوحيد اللي أقدر أقوله للنجاح هو الإرادة، وهي كل حاجة كنت أعرفها. أيوة، من غيرها ما كنتش هتحرك وأقوم وأفكر واتبع الخطوات البسيطة والسليمة. وافتكر دايما الجملة دي فعلا غيرتني تماما لما سمعتها: عندما تريد وتعرف ماهية ما تريده ستحصل على معظم ما تحتاج إليه لتصبح رجل مبيعات ناجح. وهي دي الحقيقة. وفي النهاية، إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الحلقات الممتعة. وإلى اللقاء في فيديو آخر.